ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. تعالوا بينا نعمل وصفة. بصوا، الوصفة دي كده ليها ذكريات معايا تقريبا من اول ما دخلت المطبخ. اول حاجة كنت عملتها في الحلويات هي الوصفة دي. ليها ذكريات معايا كتير. بابا الله يرحمه كان بيحبها جدا. جوزي لما كان خاطبني كان اكتر وصفة بيحبها هي الوصفة دي. بجد بجد والله العظيم الوصفة دي تحفة تحفة تحفة، وسهلة جدا جدا جدا. حلا سريع جدا، حلا الزبادي بالكراميل. بصوا طعمه خطير خطير، طبقات كده، حاجه شبه التشيز كيك بس سهله وسريعه من غير تعقيدات التشيز كيك. بتدوب كده في البق، والله العظيم لو عملتوها بجد بجد هتنبهروا بنتيجتها، وهتقولوا هي ازاي سهله كده وازاي احنا ما عملناش من زمان. يلا بينا بدون رغي كتير ندخل في الوصفة على طول ونشوف القمر دي بتتعمل ازاي. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تشجعوني ارجع اعمل فيديوز تاني كتير ان شاء الله. يلا بينا نبدأ، بسم الله. مبدئيا كده خلونا نبدا نعمل طبقه البسكوت اللي تحت. انتم ممكن تستخدموا اي نوع بسكوت، بس انا صراحه بحب البسكوت النواعم ده. بيبقى طعمه حلو كده وفيه نكهه زبده حلوه جدا، فانا بحب النوع ده. ممكن تستخدموا دايجستيف او اي حاجه. خدت كميه البسكوت بتاعتي، انا استعملت الباكت كله بتاع نواعم، حطيت كده في الكبه. ممكن تستخدموه تكسروه بالشاكوش عادي بتاع الاكل، ممكن تكسروه باي حاجه. طحنته كده بالشكل ده لحد ما توصلوا للقوام اللي انتوا عايزينه، بس انا بحبه قوام ناعم يعني مش قوام خشن، بس انتوا ممكن تعملوه خشن لو بتحبوه كده. ضربته كده في الكبه كويس بالشكل ده. وبعدين بعد ما وصلت لدرجه القوام اللي انا عايزاها بالشكل ده، بدات نزلت عليها بنص كوبايه من الزبده. الزبده بقى ممكن تستغنوا عنها وتستخدموا مكانها نص كوبايه ميه، بس انا بحب طعم الزبده في البسكوت بتوديه لحته تانية. بس لو انتوا عايزين تشيلوا الزبده عادي ممكن تستخدموا ميه. وبعدين ضربتها كويس جدا، وجبت البايركس او صينيه التشيز كيك اللي هتستخدموها اي حاجه، دهنتها بس كده فرشه زبده كويس بالشكل ده. وبعدين هبدا انزل بكميه البسكوت بتاعتي. بصوا بقى، هي ده القوام بتاعه، بيبقى شبه الرمل المبلول كده. هبدا افرده ديسك واحد كده متساوي بالشكل ده، وهدخله الفرن درجه حراره 180. هيقعد بالظبط بس 10 دقائق. وهو في الفرن هبدا اعمل طبقه الكريمه او طبقه الزبادي. كل اللي هحتاجه، انا هحتاج الزبادي بس اللي هي العلب الزبادي اللي هي الحجم ده. انا هحتاج كام واحده؟ هحتاج 4 علب. 4 علب زبادي بالشكل ده. هبدا انزل بيهم كلهم في الخلاط او في الكبه زي ما تحبوا بالشكل ده. وبعدين هبدا انزل بكوبايه الا معلقتين من السكر. انا استخدمت السكر الابيض العادي الخشن مش الناعم مش باودر. استخدمت كمان معاهم كوبايه الا ربع من الحليب الباودر، وبدات خلطتهم كويس في الخلاط. وبعدين البسكوت كان طلع خلاص من الفرن، بدات نزلت عليه بطبقه الكريمه. الطبقه دي خطيره خطيره خطيره. هبدا انزل بالطبقه كلها، وبعدين هرجع ادخله الفرن تاني درجه حراره برده 180، برده 10 دقائق لحد بس ما ياخد لون بسيط خالص. بعد ال10 دقائق تعالوا نشوف شكله عامل ازاي. طلع بالشكل ده. بس لازم اهم خطوه اسيبه يبرد تماما تماما تماما. على ما يبرد تعالوا بينا نحضر طبقه الكراميل. طبقه الكراميل عباره عن ايه؟ انا جبت حله او كسرولة اي حاجه، حطيت فيها كوبايتين من الميه بالشكل ده، ونزلت عليهم بباكت من الكريم كراميل عادي اللي هو بيتباع في السوق العادي خالص ده، بس استخدمت الباودر بس. نزلت كده بباكت الكريم كراميل بالشكل ده. وبعدين نزلت عليهم بمعلقه كده كبيره من النسكافيه الجولد. بس دي انا حطاها عشان تعزز الطعم، انا بحب طعم النسكافيه مع الكراميل قوي. حطيت معلقه كده كبيره من النسكافيه الجولد او النسكافيه العادي، وقلبتهم كده كويس جدا جدا جدا. وبعدين حطيتهم على النار. هسيبهم بس يعني هدوبهم على النار حاجه بسيطه، وهسيبهم لمجرد ما احس ان هو هيبدا يغلي بطفي عليه. انا مش بسيبه يغلي، بمجرد بس بحس ان هو خلاص بدا من الجناب كده هيبدا يغلي، خلاص بطفي عليه. بتكون بقى طبقه الكريمه بتاعتي هديت خالص وبردت خالص خالص، لازم تكون بردت. شوفوا بقى بدأ يغلي من الطروف اهي. علشان كده خلاص هطفي عليه. انتوا ممكن تصفوا الفوم اللي هو عامله ده، او ممكن ما تصفوش براحتكم، بس انا ما صفتوش بصراحه كنت مستعجله. بس هو كده كده لما بيسقع في التلاجة الفوم ده بيروح، ما تقلقوش خالص. عندي طريقتين لتنزيل الكراميل، يا اما انزله كده بالمعلقه واحده واحده وده هياخد منك شويه وقت، يا اما هعمل طريقه تانية ان هي هحط المعلقه وهبدا اصب بالكسرولة على المعلقه، بحيث ان انا لما اجي اصب ما يخرمليش طبقه الكريمه اللي انا عاملاها. برده مهما كانت بردت فهي برده لسه ما تمسكتش وما جمدتش، احنا ما حطيناهاش في التلاجة. دي الطريقه التانية هي اللي هصب بيها، ان انا انزل على المعلقه. المعلقه هتنزل بقى، ودي الطريقه دي اسرع شويه.
بس اهم حاجه ان احنا ما نخرمش طبقه الكريمه، وزي ما قلت لكم الفوم ده كله لما بتجمد بيروح. وما تقلقوش بتطلع بقى قمر قمر كده. بعدين بعد ما خلصت طبقه الكراميل كلها هسيبها تهدى خالص برضو، دخلها التلاجة تقعد لها كده. هي ما بتقعدش على فكره نص ساعه وبتكون جمدت، بس انا هسيبها بقى ساعه كده تسقع، لان هي ديزرت ساقع. هسيبه تسقع، هسيبها تسقع كده في التلاجة ساعه ولا حاجه. وبعدين ده شكلها هي بعد ما طلعت من التلاجة جمدت خالص وسريعة جدا في الجمدان، ما تقلقوش نهائي. بس انا حطيت تاتش اخير كده، وده برضو حاجة اختيارية مش اجبارية، هي ان انا احط صوص شوكليت. سيحت نوتيلا كده وبدأت انزل عليها بصوص شوكليت كده، وبعدين هدخلها التلاجة بس صوص الشوكليت يمسك شوية، وبعدين نقطعها عادي خالص. وبعدين بعد ما حطيتها في التلاجة طلعتها بقى وقطعتها، طلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. والله العظيم فعلا حلا حلوة جدا جدا جدا، وطعمها تحفة. طعمها ريتشي كده وغني، وهتوديكم في حتة تانية. ممكن تقدموها بقى مع قهوة عربي او قهوة تركي او نسكافيه او شاي. بصوا هتوديكم كده في حتة تانية، والله العظيم طعمها حلو جدا. اتمنى من كل قلبي ان انتوا تجربوا الوصفة، ان شاء الله تعجبكم. قولوا لي رأيكم تحت في الكومنتس. وزي ما قلت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوز الجديدة. ان شاء الله الفترة الجاية هحاول انزل لكم فيديوز كتير جديدة. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هسيب لكم لينك الانستجرام بتاعي تحت في الديسكربشن بوكس، عشان لو عايزين تخشوا تتفرجوا على اي وصفة بنعملها على الانستجرام. باي باي.